اسمع يالا. ايه في ايه يا عم اشرف؟ الست جمالات صاحبة العمارة الطويلة اللي في اخر شارعنا. ايوه بقى ابو تعرف اللحم الابيض. يا عم وانا مالي ولا ضرور في داهيه. بعدين يا عم اشرف فكس من حوارات النسوان دي واسترجل كده. اتكلم يالا عدل يالا، اتكلم بأدب. انت مال امك انت مالك، انت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك مش شغلتك انت خالص. جرى يا عم امين. يوه انا ايه اللي وقفني هنا اصلا؟ فايز باير فاير عاير فجر يا دي النيله يا خال، مش قلنا هنبطل الشغل ده ونسلك للناس شويه؟ اصلا انت بتعمل ايه يا خال؟ ما فيش حاجه، بعمل عامل لعمك عوضين بس انه يفتكر وولاده انا يصحى. رايح جدا يا خال، عايز حاجه؟ وخف اعمال شويه، ها خف اعمال. كلكم جيل بايظ. فايز باير فاير. احلب بقره واكله رز ادي يا جدي كيلو البطاطس هيبقى ب3 جنيه السنه. انا جاي من كفر الطواير مركز ابو البزابيز لاجل حاجه واحده. الفلاحين في مصر ومشاريع كبيره جدا بتعيش وتتعايش في اماكن محدده في الخريطه المصريه، عاملين بالظبط كده شبه البكتيريا. ده المكان الوحيد اللي يقدروا يتكاثروا فيه. بس الفرق بين الفلاح والبكتيريا انك لو رميت البكتيريا في اي مكان تاني هتموت، انما لو رميت الفلاح المصري في المانيا مثلا بقى باور او كونتادينو او فارمر، فاللي هيعمله ببساطه انه هيبوظ الدنيا. زي عم محمد، عم محمد هتك عرض اي حد بيقول له يا فلاح لمجرد انه فلاح فعلا. عارف الفلاح ده عايش فين؟ في امريكا والله العظيم، انما انت لا. في جنب مني حمام سباحه اللي هو سويمنج بول. الحلاوه دي. وقبل ما واحد فيكم يتعصب وينزل يزرط لي في الكومنتات، انا عايزك تفتكر ان في بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه، زي جدك الغلبان الشقيان الفحم اللي طالع عين ابوه طول الليل والنهار عشان يوكل جمايسه، يحلب بعايمه، يورث غيطان. انما لو هنتكلم عن البكتيريا الضاره بين قوسين فلاحين الفكر، فدي اوسخ واعفن وازبل نوعيه هتقابلهم في حياتك. ما بالك بقى بواحد عايش معاهم بقاله 19 سنه. وللمعلومه بقى في ناس كتير بلاقيها ماسكه في جمله ان في فرق بين فلاحين الفكر وفلاحين المنشأ، بس صدقني الاثنين واحد او هيبقوا واحد. يعني جدك الشيان ده لو قعد مع الحاج عويس ابو الرزق وبداوا يتكلموا في حاجات زي ما تجيبلوش بقى سيره ان الحاج خلف وانا عبيط. وبدا برضه يسمع حاجات زي السلام عليكم يا ابو الحاج فؤاد. السلام عليكم يا عم بتعشم ساعه ده هي اما تشيل. فعلا هيبدا ينحدر بالتدريج ونص خلايا دماغه هتتلف لحد ما يبقى فلاح فكر وكمان. من الاخر يعني فاضل لي سنتين بالظبط في المكان ده وهنزل لكم فيديوهات بعنوان تفاحه وجابر وجدوا قطه داخل جاموسه الحاج مبروك. شيء غريب جدا لا يصدق، ضحك موت. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على التنفس الصناعي، تنفس صناعي يابا. وصحيح لما دخلت على القناه دي لقيتها متهكره، ودي حاجه انا مش مستغرب منها لان بتحليل مبسط كده هم اتبعت لهم رابط، تحت الرابط شويه كلام بعنوان ازاي تخلي الجاموسه بتاعتك بست يعني عرض مغري قوي الصراحه. هو ده بقى جهل الفلاحين. عارف انت النسبه والتناسب اللي هو نسبه العواطليه في مصر 40% مثلا، نسبه الفقر في بوركينا فاسو 30%، انما نسبه الجهل في مكان زي سوهاج يعتبر 0.5%. ويمكن ده اللي شهر مقوله زي من طلب العلا هجر القرى، مش سهر الليالي. لا، عايز تطلب العلا، عايز تبقى عالي، عايز تبقى طويل كده زي واحد صاحبي، اطلع من سوهاج. ليه اخترت سوهاج بالذات؟ لان تقريبا ما حدش من سوهاج بيشترك عندي، فاهزر براحتي. احنا هنهزر مع بعض، ده بجد هنهزر. في حاجه في عقل الفلاحين كده مرتبطه بالجهل وهي الحشريه. حشر المناخير بالنسبه للفلاح زيها زي البزازه بالنسبه للعيل الصغير، زيها زي الدلدو بالنسبه فانت كواحد قاعد في الارياف انسى موضوع الخصوصيه ده. هتتركب يعني هتتركب. النسوان هنا بيهيجوا على حاجه اسمها كيسه سودا. اي شنطه سودا انت داخل بيها دارك هيتبصلك فيها بصه بنت 60 كلب. يا فرحة امك بيه. انت بنت مره بره يا ولاد الفضيله، بره تعاطوا بضالي بره. في بقى مستوى اعلى من النسوان الحشريه، نوعيه النسوان اللي مفيش على لسانها غير سيره البلد كلها، وحرفيا ما بيحبوش حد، ما بيحبوش حتى بعضهم. وده اللي هيدخلنا في النوعيه الثانيه من الفلاحين، كهن الفلاحين. فاكر فيلم افواه وارانب؟ فاكر بقى فاتن حمامه اللي كانت عامله شخصيه نعمه؟ وانا صغير لما شفت الفيلم ده كان في الفيلم شخصيه كده اسمها محمود، والمفروض ان محمود ده واحد غني حب واحده غنيه محترمه ذوق شيك، والاهم من كده انها منطقيه. وده مشهد كانت هي ومحمود ونعمه، وطبعا نعمه قاعده ورا لان نعمه باختصار كانت شغاله عند محمود. وده برده مشهد من نفس الفيلم، الست اللي كانت هتتجوزه مش موجوده اصلا في العربيه. ليه؟ لان اللئيمه الكهينه الحشريه اللي ما عندهاش سلكان بربع جنيه خطفت الراجل، وانا زي العبيط كنت فرحان فشخ ان هي اللي اتجوزته. فزي ما كون الفلاحين خلى واحده زي نعمه تخطف واحد من خطيبته يقدر يعمل اي حاجه تانية، زي انه يخليك فاشل اجتماعيا وصحيا ومعنويا وماديا. ازاي بقى؟ اعمال الفلاحين. فاكر جدك الشقيان الغلبان الفحل؟ فاكر بقى لما قلت لك انه لو قعد مع عويس ابو الرزق هيبقى زيه؟ اهو بقى زيه. وجي وقت جمع محصول القمح مثلا، جدك هيروح يعد الارض بتاعته قمحايه سنبلايه. ايه دي؟ الحاج عويس الفدان بتاعه مطلع غله اكتر مني، الفدان بتاعه مطلع 18 حبه غله اكتر مني. طب اهو
ومش هيكتفي بكده، هيروح يعمل له عمل افغاني اسباني برتغالي وهيترسوا شطه ويحطوا الحاج عويس ابو الرزق. لكن العمل مش هيشتغل لان الحاج عويس ابو الرزق عارف اللي فيها، فهيكون محصن نفسه بعمل ياباني الماني سنغالي. اضرب بقى كل ده في 10. واحد معمول له عمل عشان جاب في الثانويه 55% لان ابن خالته جاب 54%، واحده ثانيه معمول لها عمل عشان مخلفه ولد لان جارتها قبلها بيوم كانت مخلفه بنت. والمعلومه يا جدعان الكلام ده حرفيا حصل عندنا، انا مش ببالغ. وهو ده بقى السبب الاوحد والوحيد اللي بيخلي الفلاح ما يجيلوش اكتئاب، لانه مبرمج دماغه ان اي خازوق محطوط له يمين او شمال فهو بكل بساطه عمل. شايف بقى كل اللي انا قلته ده ينطبق تحت بند عادات الفلاحين، لكن في عادات تانية من كتر ما هي صعبه والفلاحين نفسهم لقوا ان الموضوع وسع منهم شويه بداوا يبطلوه. زي عندنا كده ما كانش في جوازه تخلو من الملايه، يعني الراجل اتجوز اهو عايز بقى يعرف اللي هو اتجوزها دي شريفه ولا ايه نظامها، هيقوم جايب ملايه ويختار اوبشنين، يا اما يحط الملايه على صبعه يا اما يحطها على عصايه. حطها على عصايه هيقوم حاشر العصايه بالملايه، ومش هقول هيحطها فين لان انت اكيد شفتها في 50 فيلم مصري. يقوم طالع بالملايه اللي عليها دم ويوريها للناس. كنت متاكد مع انه كنت شاك. الحمد لله الكلام ده اتكنسل عندنا من يجي 20 سنه كده، وبقوا يعملوا حاجه احسن، اهل العريس والعروسه يروحوا لحد عندهم عشان يشوفوا اخبار الست. نهايه الكلام عشان ما يجيش اي فلاح يقول لي كلمه كده ولا كده، افتكر يا اسطى ان انا فلاح انا كمان، وهو ده اكبر مصدر عندي ان الحاجات اللي انا بقولها دي شفتها بعيني مش سامعها، واظن هي دي كل مشاكلي من قعدتي في الريف. وعشان الانصاف كوني فلاح انا كمان، ففي مميزات كده مش هاخدها في اي مكان تاني. ومش هقول ان الفلاح هو اللي بيزرع فلولا الفلاح ده ما كنتش لقيت الخيار اللي بنحطها على السلطه، لا امتيازات بجد. واول امتياز هنا للناس اللي بتحب افلام الرعب، الارياف مليانه حكايات واساطير، اقل اسطوره فيها لو اتعمل عليها فيلم رعب مفيش كاس من كؤوس الافلام هيقع. وهنروح بعيد ليه؟ في مسلسل الكبير في حلقه كده في الجزء الثالث اتكلم عن النداهه. ناديته بالنجاره؟ ايه عبد الرحيم ندهته النداهه ندهته النداهه. والمعلومه يعني المسلسل كوميدي والحلقه كانت كوميديه بحت، بس انا نفسي مش عارف ايه اللي حصل خلى الحلقه بتخوف بالطريقه دي. النداهه دي يا جوني جنيه عايشه جوه الترعه، ساعات بتطلع من جحر. تاني امتياز بقى افجر من اول امتياز، عارف عيد الاضحى؟ عارف العجول الهربانه اللي انت بتشوفها على التلفزيون وبتفطس ده؟ تخيل كده العجول دي فين بالظبط؟ في الريف. الموضوع بيحصل لايف قدامي، الريف هو المكان الوحيد المنتج للفيديوهات دي. تالت امتياز بقى هو الاكل، وطبعا مش هشرح الاكل في الريف عامل ازاي، لا بجد مش هشرح، انت المفروض تكون عارف. سلام.